اتعرف بيك يا فندم. رانيا تامر. منين يا فندم؟ من أساسا أسيوطة بنوب، بس أنا عايشة في أمريكا. اهلا بيك، نورتينا يا فندم. أهلا بحضرتك. هتكلمين عن الشهيد ابونا امين عبود، شهيد العريش. اه احكي لنا يا فندم، عامل ايه يا ابونا امين معاكي؟ عمل كتير. عمل أكتر من حاجة معايا. اتفضلي قولي. أول حاجة اتشفعت بيها في أبونا مينا، كان في موضوع الأنمبلويمنت. اللي هو الأنمبلويمنت اللي هو اللي غير عاملين. امم ده كان بيتاخد في الفترة بتاعت كورونا. تمام. الناس اللي قعدت من أشغالها غصب عنها بسبب موضوع كورونا يعني. امم بس فأنا كنت بدأت إن أنا أملى البيانات بتاعتي أونلاين، وبعد كده وقفت ما كملتهاش علشان يعني أخد كورونا بس على صعب يعني. امم فرحت، كنت نسيت المعلومات اللي أنا حطيتها، وحاولت بعد ما هو تعافى، بس كان بعديها بفترة طويلة، حاولت إن أنا أرجع لها تاني. كنت نسيت خلاص البيانات اللي أنا حطيتها. تمام. كنت نسيت الباسورد اللي أنا حطيته، فحاولت إن أنا أعمل له ريسيت للباسورد. ما كانش نافع معايا، لأني أنا كان في الوقت ده السيستم عليه ضغط جامد، وتقريبا البلد كلها بتاخد الانمبلويمنت. وحاولت بأكتر من طريقة. حاولت كتير إن أنا أوصل لهم عشان للموظفين، كنت بتصل بيهم وبقعد فترات طويلة علشان أحاول إن أنا أعمل ريسيت يعني الباسورد. ما كانش نافع، يقولوا لي لازم حد متخصص وتقعدي 60 يوم لما يتصل بيا. امم فكان الموضوع صعب شوية. هو يعني هو كتير ممكن ناس بتنسى يعني الباسورد وترجع تعمله تاني، بس ما اعرفش، هو كان موضوع معجد. ما كانش نافع. وكل اللي كنت اكلمه بيفهم في الموضوع ده كان بيقول لي لا انت موضوعك معجد، مش عارفين ليه يعني. امم ف فكنت يعني بتابع صفحة إلهنا القوي، وسمعت عن معجزات أبونا مينا عبود، وإن هو بيخلص أي ورق مستعصي بسرعة. تمام. ففعلا شفعت بيه يعني، واستجابته كانت سريعة جدا. عمل ايه؟ ما فيش 3 أيام تقريبا واتفاجأت إن حسابي في البنك نزل له كل الفلوس اللي كانت متأخرة من قبل كده، من غير ما تعملي اي حاجه خالص؟ من غير ما أعمل أي حاجة خالص. خالص، لوحدها. يعني ابونا امين عبود تقريبا عمل اللي انت المفروض تعمليه. هو يعني معرفش، هو خلاهم انتبهوا لي ونزلوا ده. يعني كانت استجابته سريعة. هو ما كانش ممكن إن أنا الفلوس تنزل لي قبل ما أخلص البيانات بتاعتي. امم دي كان حاجة من ضمن البيانات هتبين دخلي، كان المفروض أحطها الأول امم قبل ما أخد الفلوس دي. امم أنا اتفاجأت إن الفلوس نزلت وما عملتش. كان المفروض إن أنا أدخل على الأكاونت بتاعي وأخلص الحاجات الناقصة. امم اللي حصل إني أنا ما خلصتش واتفاجأت بالفلوس نزلت. بعد كده قلت له طب كمل معايا يا أبونا مينا وخليني أخلص موضوع الباسورد ده قبل، كنت مسافرة مصر قبل ما أنزل، ربما حد يتصل بيا وأنا مش هينفع يعني يكلمني وأنا في مصر. وفعلا عملت. برضو اتفاجأت بإيميل منهم بيبعتولي إني أنا أعمل ريست للباسورد، والدنيا مشيت كويس يعني. جدع. كتير يعني. أنا كل اللي أقول له بيتفاجئ ويضحك ويقول لي ازاي ده الموضوع ده كان معجد أساسا. ابونا امين عبود بيخلص الحاجه اللي واقفه بجد. بجد الموضوع مش كلام، لا لا، يعني في حاجات ما بتنفعش. و يجي
يعني وايه هو تاني عمل معاكي ايه تاني؟ الحاجة التانية إن أنا كان نفسي يعني بعد ما اختبرت شفاعته كان نفسي أروح أزوره في المزار بتاعه مم. في مصر القديمة. فنزلت بالفعل مصر، بس ما للأسف إن أنا ما قدرتش أروح. مم. بعد كده أنا قلت لأخويا ووصيته وقلت له بص أنا ما قدرتش أروح المزار، ففي ندر كان لأبونا مينا ممكن توصله، بس يعني من فضلك خد ماما ولازم توديها المزار بتاع ابونا مينا عبود يعني. تاخد بركته. تاخد بركته، لاني انا من داخلي كده متاكده ان ماما لما هتروح هناك هتبقى كويسه خالص. تمام. وبس رحت وكنت بقول لابونا مينا بصلي، يعني بصلي وبتشفع بيه، بقول له يعني دي زي مامتك، انت طبعا عارف، انت اكيد حاسس بمامتك يعني دلوقتي وبتراعيها. فانا موصياك على ماما. بس فاللي حصل ان ماما راحت القاهرة يعني، وبعد كده في نفس اليوم يعني اللي راحت فيه القاهرة كانت في الشقة بتاعت اخويا، وقعت وحصل ان هي رجليها حصل كسر في الحوض، يا وكان ربي. تغيير مفصل. محتاجه ايه؟ تغيير مفصل. يا نهار ابيض. وهي سنها كبير وعندها مشكلة في القلب من زمان. ف كان الموضوع صعب جدا عليها. وانت عماله تقولي يا ابو نمينه خليك مع ماما، ثم هي تقع. فانا يعني انا كنت اللي بتصل بيها اطمن عليها، وفي نفس الوقت اطمنها ان انا وصلت بالسلامه يعني امريكا. يعني انا لسه داخله البيت عندي فبكلمها، فبتحكي لي، هي بتحكي لي طبعا ومتألمة جدا، بتحكي لي اللي حصل معاها ان هي وقعت وحصل كسر وكده. فقعدت ابكي جامد، بقول يا ابونا مينا ده انا موصياك على ماما، يعني ده يحصل؟ يعني ده اللي يعني الوصية فين؟ يعني فين يا ابونا مينا انت؟ اتفاجأ بعد ما قفلت مع ماما انتبهت في التلفزيون عندي تمجيد لابونا مينا شغال. فالتمجيد ده يعني انا ببكي ومش منتبهة هو شغال على ايه بالظبط يعني. فوقفت وكملت التمجيد وحسيت ان دي رسالة منه بيقول لي لا، يعني انا ماما هخليني معاها ما تخافيش. جه في الوقت اللي انت بتعاتبي فيه ابونا بالظبط، يعني انا لسه بكلم ابونا في سري وكده، لقيت التمجيد مش شغال، ففرحت خالص. انا بقى مش عارفه على قناه ايه. يعني ايه؟ انا كل اللي يعني انا اولادي بيشغلوا التلفزيون طبعا على القنوات الانجليش. مفيش غير انا لو شغلته على القنوات المسيحيه العربي او سي تي في هم اللي شغلوه، طبعا مش هيشغلوهم مع القنوات دي، يعني هم مش بيفهموا كويس. اتفاجأت ان هو شغال. طب ازاي يعني؟ ما انا مش عارف. ايوه التلفزيون كان شغال عادي، وبعد كده جيت تمجيد بتاع الهنا القوي على التلفزيون. انا يا دوبك لسه قافله مع ماما ولاقيه التلفزيون شغال على التمجيد. فانا يعني انا ايوه فرحت. بس القنوات المسيحيه مش هتجيب التمجيد بتاعنا. ما انا حتى ما لاحظتش ان عليها ولا عليها سي تي في ولا اغابي، هي دي عاده القناتين بس اللي بشغلهم. وما فيش اي قناه تانية برضو كان عليها الاسم بتاعها يعني. ما يمكن شغلت اليوتيوب على التلفزيون. لا برضو، يعني حتى لو شغال اليوتيوب احنا برضو زي ما قلت لحضرتك عيالي مش هيشغلوا اي حاجه عربي.
يعني تمجيد الهنا القوي جه عندكم في الوقت اللي انت بتعدي فيه ابونا وما بتعيطش. بالظبط. ده ابونا مين مش مركز معاكي، ده يعني بيقول لك انا اهو، يعني انت عارفه اللي هو انت عمال يشاور لك وانت واخده بالك، فبيقول لك انا اهو انا اهو انا اهو. ايوه لا انا حسيت، انا فرحت يعني. انا كنت زعلانه خالص وشبه منهاره، وفجاه اول ما لقيت التمجيد اتبسطت خالص وحسيت اني اطمنت. امم وبعد كده بعد ما خلص التمجيد رحت المطبخ وسبت التلفزيون يعني مفتوح. امم لقيت ان هو بيتذاع تاني من الاول مسجل. طب رجعت، هو في ايه؟ بعد كده بدات انتبه. انا الاول كنت ببكي بكى جامد ومش منتبهه، امم مش باصه في اي حاجه تاني. طب هو ده ايه شغال على ايه؟ بركه تمجيد الهنا القوي اه بتاع يوم السبت. اه. بسم الصليب. فانا يظهر يعني ابونا امينه بيقول لك الشديد اللي بقى في الهنا القوي. بيقولها لي صريحه كده ان هو فعلا هيكون مع ماما. وبعدين ايه اللي حصل لماما؟ بعد كده اني هو الموضوع العمليه قبل ما تدخل العمليات يعني امم كان بيمضوا بابا اقرارات اني لا قدر الله ممكن ما تطلعش الموضوع ده، لان هي عندها يا مشكله في القلب من زمان وحالتها مش كويسه. صعبه خالص. اه. ف يعني كان حتى بابا واخويا منهارين في الوقت ده، واخويا بيتصل باختي يعني بيقول لها ولعي شمعة قدام صورة ابونا مينا، وانا كنت مولعة شمعة قدام صورة ابونا مينا. وفي التوقيت ده كنا بنعمل له تمجيد. امم وبرضو يعني عمتي متشفعة بالأنبكراس، متشفعين بشهداء وقديسين كتير. بس يعني كان حتى أخويا نفسه بيقول طب ولع شمعة قدام صورة أبونا مينا. كنا كلنا يعني متمسكين بجانب الشهداء التانيين جامد كلنا بابونا مينا. تفتكر الميعاد اللي شفت فيه التمجيد كان الساعه كام عندكم؟ يعني تقريبا 5 أو بعد 5. بتوقيت مصر ولا بتوقيتكم انتوا؟ بتوقيت لا بتوقيت أمريكا تحديدا في نيو جيرسي يعني مم. ولاية نيو. مم. بس تقريبا بعد 5. مم. هو احنا تمجيدنا بيبقى على الساعه 4 ما هو توقيت ما مصر. كانش مباشر، هو كان مم. مسجل. بس مم. كان بنفس، انا كنت وصلت يوم السبت كان بنفس اليوم بتاع يوم السبت مم. يعني مم. نفس التاريخ يعني. بس المفروض ان هي بعد ما دخلت العمليات كانت تقعد، بيقولوا كانت تقعد المفروض 3 ساعات او اكتر. مم. هي اخدت ساعة وتلت. نص الوقت. اه. والدكتور طمنهم يعني، ونشكر ربنا. الكلام ده من حوالي 3 أسابيع. مم. يعني نشكر ربنا ان الامور ماشيه كويس واحنا من فرحت يعني من فرحه بابونا مينا ان تمجد معانا. وقلت له هشهد لك يعني. مم. بس ونشكر ربنا، احنا يعني بنتمنى ان ربنا يكمل معاها. لا هيكمل. يعني انت عندك يعني حضرتك عندك شك ان بعد ده كله ويطلع لك التمجيد بتاعه في التلفزيون، وده كان صعب قوي انه يحصل. يعني انا برضك مش قادر اتخيل انت مولع تلفزيون يطلع تمجيد ابو نمينه. وتمجيد ابو نمينه يعني لو كنت مولعاه اي حاجه بالصدفه يطلع تمجيد ابو نمينه في قناه ميسات، في قناه اغابي، في قناه اي قناه مسيحيه. لكن احنا يعني غلابه وهم مستحيل يطلعوا التمجيد بتاعنا. فده اسمه ايه؟ لا هي رساله مباشره من ابونا مينا طبعا. بالظبط كده بالظبط كده. هو ابو نمينه عبود شهيد العريش بيبقى موجود معانا تمجيد يوم السبت، صدقيني بيبقى موجود بالفعل. ابو نمينه عبود ده جدع جدع جدع. وساعات بحس ان هو قاعد مستنينا، يعني ساعات بحس ان ابو نمينه قاعد يوم السبت ده مستني التمجيد بتاعنا كده. ده ساعات كنا بنشوف عصافير تزقزق بشكل غير عادي في وقت التمجيد ابو نمينه، ومجرد ما نخلص ما نشوفش عصافير تاني. حتى سالت الناس هو في عصافير هنا؟ قالوا لا هنا ما فيش يعني ما فيش جنينه ولا في شجر.
امال ايه؟ انا كنت بحس ببهجه في الوقت ده، كنت بحس ببهجه. اه ابونا مينا سريع ومبهج وجدع واصيل وابن بلد، وهو معاك ومش هيسيبك. امين ان شاء الله. مم. وابونا مينا برضو كنت في مشوار للبنك كان المفروض ان انا اروحه واتاخرت، يعني كان مستحيل ان انا يعني هروح. كان يعني انا كنت فاقده الامل، قلت البنك اكيد يقفل. والبنك قفل ولا فتح؟ مم. فانا نزلت لقيت فعلا البنك يقفل يعني. مم. يعني نزلت من المشوار كنت فيه في الدير مم. ولقيت البنك فعلا يقفل. فبرضو شفاعة من بابونا شويه مينا. كده في الطريق واحنا قبل ما اوصل يعني للبنك، فبقول له شفاعتك يا ابونا مينا. يعني انت اللي انا عارفاه ان انت درست كليه تجاره ومحاسب، فهمتك معايا. انا مم. رايحه في المكان اللي هو تبعك يعني. ده ابونا مينا ده متبهدل من الناس، ابونا مينا الحقنا في كذا والحقنا في كذا، انا مش متخيل يعني. يعني هو بيفضل مين وازاي بيجري هنا وهنا، ايه ده حاجه يعني. بس فرحت لقيت فعلا البنك يقفل، وهم كلهم يعني معايا اللي قرايبي اللي كانوا معايا بيقولوا لي طب البنك يقفل يعني انت هتنزلي ليه؟ ايوه. فنزلت برضو، يعني انا من جوايا احساس ان هو هيبقى معايا هي ف يلي امين الشرطه اللي واقف على البنك بره في باب جانبي، خبطي يمكن يفتحوا لك يعني. مم. فخبطت وفتحوا لي فعلا. كان يوم خميس وكانوا قاعدين بيخلص الشغل، لان كان ودخلتي؟ يوم الجمعه. ودخلت كانوا هم كانوا مستنيني مع ان انا متاخره يعني كتير عن الميعاد. مم. وبعد كده خلصت ورقي وخلصته احسن ما كنت متوقعه. مم. وكانت حتى تبقى في غلطه في الحسابات، فلما اتشفعت بابونا مينا بقول له انت يبقى يا المحاسب يعني. فلقيت ان الحسابات اتظبطت مم. والامور مشيت احسن ما كنت ده ابونا متوقعه. مينا اشتغل معاكي في الحكومه الامريكيه عشان يخلص لك ورقك، واشتغل معاكي دكتور وكان معاه مامتك، واشتغل اه معاكي محاسب علشان خاطر يخلص لك حاجتك. اه ما احنا يعني ابونا مينا ده حبيبنا يعني. لما نقول جدع احنا بنقول كلمه صدق على فكره. اه لا ده حقيقي، سريع صدق صدق يعني، مش احنا مش بنقول كلام بنبالغ ونشجع الناس، لا الكلام مش كده، الكلام هو فعلا ابونا مينا قوي وشجاع واصيل وصاحب الحق، اللي انت عايزاه كله هنقوله في ابونا مينا. فعلا يعني انا فعلا عندي محبه جامده لابونا مينا. وحتى كنت في فتره كده بدور على فيديوهات لايف، عايزه اشوفه لايف يعني مم. يعني ايه شخصيته. مم. فدورت ولقيت، فحسيت ازاي بالبساطه بتاعته والمحبه يعني حبيته جدا يعني. هو مم. فعلا صفاته قويه. وفي اوقات كده احنا برضو ايماننا بيضعف، بنتشكك، بنتضايق، بنتخنق من الظروف مم. اللي حوالينا. مم. فربنا بيبعت لنا حد زي كده من الشهداء او القديسين، بيقول لنا لا انا معاكم يعني برضو. انتوا صح هتمروا بحاجات ممكن، بس يعني انا مش هقف هسيبكم. هسندكم. مم. مم. يعني مش هتبقى فوق احتمالكم، يعني برضو هسندكم. مهما حصل انا ايدي معاكم، مهما حصل انا شايلكم، مهما حصل انا اه بسلطاني معاكم. بالظبط، بتمر على الواحد يعني لحظات كده بيشك وبيتضايق يعني. بس فحاجات زي كده من لما بيبعت لنا شهيد زي ابونا مينا او قديسين مم. بيرجع فينا الايمان تاني يعني. طبعا انت اي حاجه دلوقتي عارفه سكتها تعملي في ايه لو وقفت معاكي. على طول. اكيد اي حاجه يعني ابونا مينا على طول يعني. كتير الصراحه احنا بنتعب كتير معانا. اخرهم ابونا مينا. ابونا مينا معاكي وهيفضل معاكي ومركز معاكي، وابونا مينا ما بيحب حد مش بيسيبه. ابونا مينا مش بتاع يعمل معجزه وبيطير، لا ابونا مينا ده بيخش البيت يربع ويقعد ويصاحب الناس ويصلي لهم وياخد باله منهم ويراعيهم، هو بيعمل كده ابونا مينا.
على فكرة أنا برضو بقول له لما بكون خايفة على بنتي بقول له دي زي بنتك. اما كل الناس بتقول كده. برضو دايما بتشفع بيه، يعني خليك معهم في مدرستهم، خليك معهم، خلي ربنا يديهم نعمة في عينين انت عايزه مدرسين. تقولي لي يا ابونا مينا خليك معانا احنا معاصرتنا وسيبك من باقي الناس. احنا ما صدقنا اساسا. مدام رانيا حضرتك نورتنا